واش لاحظتوا كمية الكراهية والحقد على الناخب الوطني المغربي السيد وليد الركراكي من طرف خوتو المغاربة، من طرف الجماهير المغربية، ناهيك على بعض الصفحات التابعة لبعض الجماهير من دول عربية شقيقة ماشي تابعة للجهات الرسمية الإعلامية. هاد التعادل ديال واحد لواحد بحال اللي كانوا كينتظروه هاد الشامتين والكارهين والحاقدين، كانوا كينتظروا الوليد الركراكي اول تعثر ولا اول سقوط باش يجبدوا الجناوه، وكان ماشي بسبب التعادل ديال واحد لواحد. هادشي راه عندهم من ايامات كوت ديفوار، كاس افريقيا بكوت ديفوار 2024، وهما قانين عليه جالسين ليه مع الدوره. ما عرفتش سولتي اي واحد، انا كنريح في القهوه كنسمع الناس كتهضر، نمشي للحمام كنسمع الناس كتهضر، الطاكسي الناس كتهضر، وباغي يدير والو. شي راه من قبل من كوب دافريك راه ما غيدير والو، ويا ربي يخسر، كيتمنى ويخسر، عرفتي كيتمنى ويخسر على قبل ما كيحملوش الركراكي. كتقول علاش ما كتحملوش، يقول لك ما كيجامل، كيدير الخواطر. فاش تاخذ الخواطر نقولوا ما كانش عليه، نقولوا ما كانش عليه عيط على غنم السادس لانه كبر وعيا ونقص في المستوى. ولكن راه ما عيطش على حاكم زياش، ما عيطش على بزاف د اللعابه. كتقول لهم علاش ما باغيش الركراكي يربح، علاش كتقوس عليه، وعلاش بغيتي يخسر؟ تيقول لك كيدير الخواطر وما غيدير والو. علاش؟ اللعابه اللي عيط عليهم ما عجبونيش، على ما بغيتي يعيط حريمات، تقول لي نجيب لك حريمات، يقول لك لا 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 حريمات ما يديروش. بغيتي حمد الله، لا 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 لا. واش بغيتي بن شرقي، لا 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 لا. وهادشي اللي كاين، نجيب لك الكرتي، لا لا لا. واش بغيتي؟ تخلي واحد بحال حكيمي، تخلي واحد بحال النزراوي، تخلي واحد بحال بوفال، بحال نصيري، بحال كعبي، تخليه ما يمكنش، تخلي بحال الزلزولي. اش بغيتي نجيب لك؟ مهم الناس كارهه الركراكي قبل ما يتعادل مع مالي، وما حاملاش قبل ما يتعادل مع مالي، حاقدين عليه واحد الحقد ما فهمتش علاش، وكيهاجموا فيه. نقولوا وليد الركراكي خطا في التشكيله وخطا في القائمه، ونقولوا ما اداش اداء زوين، متفقين، ولكن ماشي نهايه العالم. ما خاصناش نبقاو نضربوا فيه ونفشلوه ونهرسوا فيه ونشوشوا عليه. بالعكس، مهما كان المستوى ديال الناخب الوطني المغربي كنشجعوه، مهما كان الاداء ديال المنتخب المغربي خصنا نشجعوه. ماشي وقت التمني بالخسران وتدعي ليه وتهرس وتشوش على المنتخب، لا، هادشي ما كيديروش في البلدان الاخرين. توفقنا ضعيف، ولكن هي لعبه باقا في المنافسه وهي متصدره المجموعه، كنشجعها وكنأيدها، ما كنهرسش دابا تنتقصى ونخرج وندير نتيجه مخيبه للامال عاد نحاسب. ولكن دابا ماشي وقت التهراس، ماشي وقت التشويش، ماشي وقت التحطيم والتدمير. الشيطان وخليو السيد يلعب، وخليو السيد يركز، وخليو الناس تركز، وخليو الناس تلعب. ماشي نهاية العالم التعادل مع مالي بواحد. راه الأرجنتين خسرت ماتش افتتاح مع السعودية ووصلت للفينال، بدات كاس العالم في قطر. فرنسا خسروا ماتش ديال الدور الاول مع تونس، مع تعادلوا مع تونس، خسروا مع الكاميرون ومشاو للفينال. ماشي مقياس. هي السنغال متعادله، السنغال مرشحه وربحت الماتش الاول باريحيه كبيره بنتيجه 3-0، نتيجه عريضه، وهي تعادلت اليوم مع الكونغو عادي. ماشي نهايه العالم. لذلك ما بقاوش تشمتوا في الركراكي الشميت خايب بزاف. ناهيك على الصفحات العربيه، خرجوا من الجحور ديالهم، وخرجوا من الغيران ديالهم، من الكهوف ديالهم والخفافيش،
خرجوا تورقوا، كانوا كينتظروا اول تعثر الركراكي، خرجوا كيشمتوا كيتشفاو. يعني كما قلت ماشي الجهات الرسميه الاعلاميه ولكن الجماهير المدسوسه واللي انا عارف هما كيحمسوا المغرب وعارفين حاقدين على المغرب، كيما حنا ما كنشجعوهم ما والو. تونس، مصر، الجزائر، يعني ما في كرة القدم ما كنشجعوهمش حتى حنايا غالبيتنا، عدا انا شخصيا كنهضر على راسي ما كنشجعهمش وما عمري تعاطفت معاهم ولا شجعتهم، لانهم هما كيبادلوا لنا نفس الشعور، ما كيشجعونا ما والو. خلينا من النفاق وداك الهضره وداكشي ديال النفاق واشقاء واخوه، داكشي كله ما كاينش، غير كذوب. دابا ظهروا صفحات متابعة للجماهير الجزائرية وشوية تونسية ومصرية، خرجوا من الجحور ديالهم وكيتشفاو وكيشمتوا في المنتخب الوطني المغربي. يعني ديك الانجازات الحق في المغرب كلها كنضرهم في خاطرهم، وكيتسناو غير امتى يتعطل المنتخب المغربي باش يشمتوا فيه ويضحكوا عليه. ولكن اللي كيلحق مزيان هو اللي كيلحق في الاخر، باقي اللعب. ما يغركمش دوك الانتصارات الاولين اللي درتو ديال البدايات، باقي اللعب وباقي المسابقه طويله وما عرفنا شكون اللي غادي يوصل وشكون اللي غادي يخرج. ما تزربوش هاد الناس كما قلت. حنا كنرحبوا بهم وكنخليو ما نديرو عليهم. حنا عندنا واحد العقده في المغرب هي عقده الاجنبي، ما يبان شي مصري تونسي جزائري كنرحبوا بهم ودار، واللي بنا افريقي من جنوب الصحراء كنرحبوا به ونتهلاو فيه وهذا، ولكن هما ما كيعاملوش نفس المعاملات اللي كيكونوا عندهم. ما نشجعو، ما يشجعني ونحترمو ونعطيه حقه، ولكن ماشي نبالغ، ماشي لدرجه الانبطاح ولدرجه الخضوع والخنوع. هما كيشوفوك ملي الحس ليهم الكابا، كيشوفوك انك ضعيف ما قادرش محتاج ليه خايف منه. لا مرحبا بيه عندنا، حقو يجي يتفرج في التيران. ما نشجعو، ما يشجعني، ما نعمرش ليه تيران انا كاع. علاش نعمر ليه تيران انا؟ باش نشجع الخصوم ديالنا المنافسين ديالنا. حنا كما قلت عندنا عقدة الاجنبي، كنتحلوا قدام اي اجنبي كنبغيو نرحبوا به باش على قبل باش يقول علينا كلمه زوينه وحقا المغاربه بلاد الكرم، بلاد كاع اللي يقولها. راه هو احنا عارفين راسنا بلاد الكرم، عندنا داكشي تلقائي في الدم، نديرو بواحد الشكل متوازن وعادي جدا. ولكن باش نباطحوا لا خيبه، لان ما هما حنا تعادلنا مع المالي. شوف كيفاش خرجوا لينا بعض الشامتين والكارهين والحاقدين، هادو كنسميوهم في المغرب بالشميت، كنسميوهم الشميت.